فبعدها طبعا النرويجيين وقعوا في مأزق، في جانب الضغط الأمريكي، في جانب آخر أنا أقول لهم جيد، كل ما تريدون تسألوني تفضلوا اسألوا. يعني أنت متعاون. نعم. ولكن الأمريكان يريدون شيئا آخر. نعم. أنا بعدها عملت مؤتمر صحفي في اليوم الثاني، عملت معهم مزحة، قلت لما أمسكني الهولنديين بناء على طلب الأمريكان والأردن أو كذا، كمن يذهب إلى اصطياد الأسود في أفريقيا، يأخذ الاحتياطات والأدوات اللازمة فيقترب من الأسد حتى يرمي له الشبكة ويمسكه بقوة. الهولنديين أمسكوني هكذا، بعد ما لامسوا جلدي وجدوني، يابا هذا غنم، حمل. نعم هذا ليس أسدا، حمل وديعة. نعم. قلت وأنا متأكد بعدما أبقى عندكم أيضا وتسألوني بعد فترة تجدون ليس حملا أيضا، هذا حمل اصطناعي، الفرو فرو صناعي. بعدها طبعا دخلنا معهم في اجتماعات المخابرات 8 أيام من الساعة 9 إلى 4 مساء، مثل دوام رسمي، أذهب إليهم والسؤال والجواب وكل شيء يسألوا المخابرات. وطبعا المخابرات أخرى تأتي على الخط ونجلس في المحاكم، ودخلنا المحاكم 38 مرة.